اللي قدامك ده يا ابو الكباتن مش مجرد ماتش كوره في نصف نهائي افريقيا، ده صراع سياسي مشتعل وشعبين على اخرهم بعد احداث ام درمان، وكل طرف بيروي روايه معكوسه لروايه الطرف الاخر اللي بسببها حدثت صراعات سياسيه ممتده لسنين كتير جدا، لدرجه ان الاعلام الجزائري كان بيربي الاجيال والشباب الجديد ان مصر عدواتها الاولى. وده بشهادة بعض الجزائريين اللي دلوقتي اكتشفوا حجم الفتنة وإننا اخوات في النهاية، وإن مصر مش بالصورة السيئة اللي كان الإعلام الجزائري بيربيهم عليها. وكذلك المصريين، حتى الفنانين اللي طلعوا وقتها يزايدوا ويعني يلعبوا على المشاعر بتاع الجمهور المصري كانوا لسه برضو صغيرين في السن، زي محمد رمضان اللي قال مثلا هي مين الجزائر دي. والفتنة بقى مشتعل على آخرها عشان تاني سنة على طول مصر والجزائر في نصف نهائي أفريقيا، اللي ممكن برضو اعمل لكم حلقة عن الحادثة بتاع ام درمان لو تحبوا. تبعيات الحادثة دي كانت منعكسة على الماتش، حتى لو بيحاولوا يعني يكونوا اهدى. يعني انت هتبص على عصام الحضري في اللقطة دي، كرة عادية جدا ولكن تحسه بياخد انفاسه بصعوبة، وده يوضح لك حجم الضغط اللي كان على لعيبة منتخب مصر عشان ترجع بالثأر الكروي. تحس ان اللعيبة بتاع الفرقتين خايفين يدخلوا التحامات مشتركة، الفرقتين خايفين من رد فعل بعضهم على بعض. الجزائر خايفة ان مصر تلعب بشكل عنيف، ومصر خايفة ان الجزائريين يلعبوا عليهم بشكل عنيف، والموضوع يخرج بره اطار ان هو مجرد ماتش كورة. وائل جمعة عمل التحام مع مهاجم الجزائر، نزل بكل روح رياضية عشان يطيب بخاطره، مش عاوز الماتش يخرج عن السيطرة. لا، لاعب جزائري تاني جاي ينكش فيه، راح زقه ونزل برضه يطيب بخاطر اللي على الارض، اللي هو احنا من هد الدنيا ما تعفرطهاش انت. اخطر كرة في الماتش، زيدان لعب باص ممتاز لعماد متعب، ومتعب بيسدد بس الحارس تألق فيها. شفتوا بقى العاقل وائل جمعة في اللقطة اللي فاتت؟ هنا بقى كان بيتلكك عشان يعمل اي مشكلة، اللي هو انتوا عايزين ايه يعني؟ انا مش فاهم، اللي عايز حاجة يجي يوريني. سيد معوض سدد كورة راحت بالعرض، متعب ملحقش يعمل عليها التراي وعدت من قدامه. بعد كده بقى باص حلو لعماد متعب، خدها في المساحة وركلة جزاء وكارت احمر. الشوالي كان بيقول فيها ركبة في ركبة ورجل لراجل، مش عايزها تتحسب يعني، مساء النعناع عليك يا شوالي. حسني عبد ربه اللعبة اللي حاول يعملها في 2008 وما نفعتش، جرب يعملها المرة دي ونفعت واتسجلت هدف. وحارس الجزائر رايح يضرب الحكم ويبوظ الماتش، اللاعب زميله اداله واحدة على وشه ملوكي، عين العقل والله. الملعب تحسه واسع، تحس فيه مساحات، فيه لعيبة مش قادرة تجري، في حاجة غريبة عموما، او حاجة كده سهلة تحسها، ورغم السهولة دي في فرص مش مكتملة من الفريقين. حاجة غريبة جدا. المحمدي بيلعب عرضية، متعب جه قلد ايوب الكعبي، خبطت في كعبي ووقفت. زيدان لعب عرضية، حسني عبد ربه لعبها بره. احمد حسن حب يجرب ولكن بعيدة وبره. سيد معوض عمل فاول، جه يعتذر بوجرة يعني عايز يتخانق. طب كنت تشطر على وائل جمعة، طيب جاي تمسك في سيد الغلبان؟ خد وهات مع سيد معوض، دخل وحط جسمه حلو قوي بس سدد. معاك اتنين يا ابو السيد بالعرض.